عبد الغني شهد، بينما هنا حكم المباراة يوسف سعيد. هنا المدرب ثائر جسام مدرب فريق الحدود، واحد للترتيب الأخير والمستضيف بالترتيب الثالث عشر ب30 نقطة، بينما الحدود ب13 نقطة في الترتيب الأخير. جمهور النجف حاضر على المدرجات، ما يهم التوقيت وما يهم كل الظروف، يأتي إلى المباريات يؤازر فريق النجف، يشجع فريق النجف بالحب الكبير وبالعشق الكبير للفريق الأزرق، للموج الأزرق بكل تأكيد. يحضر ويساند ويتابع الفريق أينما كان في النجف الأشرف وخارج النجف الأشرف، هكذا هي جماهير النجف. يوسف سعيد يطلق الصافرة على بركة الله. أجدد التحية معكم معلقا للمباراة على الشمري ولقاء النجف والحدود ضمن لقاءات الجولة 25 من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. مباراة بتشكيلة حاضرة للقاء اليوم. فريق الحدود اللي يلعب على يمين السادة المشاهدين يلعب بصقر عجيل علي حسن، سيف كريم ستيوارت اللاعب الكولومبي، وسيف حاتم حسين ضياء، وكذلك بقية الأسماء الحاضرة لمباراة اليوم: مرتضى جمال وأحمد السروري اللاعب اليمني، ومحمد فاروق اللاعب الغاني، والسنغالي داكوستا، والغاني كذلك دينيس أنتوي. هذه تشكيلة فريق الحدود لمباراة اليوم. بالمقابل النجف يلعب برضا عبد العزيز، علي فاز، أحمد مكنزي، فابريس، علام هاوي، دومينيك مندي، ولدينا رضا محمد حاشم، سفيان المودن، ومحمد قاسم، بشير بن محمد، وإياي أتيموي. هذه تشكيلة المدرب عبد الغني شهد لمباراة اليوم. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة يوسف سعيد، سفين قادر، محمود سمير، والحكم الرابع أحمد قاسم، ولدينا حكام الفار زيد ثامر وعلي فاضل. بالتوفيق للنجف، بالتوفيق لفريق الحدود من خلال مباراة اليوم، وكذلك كل التوفيق اللي نتمناه للقيادة التحكيمية لمباراة اليوم. هنا اللاعب سيف حاتم، بينما هنا اللاعب المغربي سفيان المودن على التنفيذ، ولدينا ركلة ركنية مع بداية المباراة ومع بداية اللقاء. هل تهتز الشباك ببداية المباراة؟ لقاء المرحلة الأولى 1-0 للنجف في بغداد في ملعب الساحر أحمد راضي رحمه الله. كرة ملعوبة الآن، إبعاد بضربة رأسية، تبقى المحاولة، وصلت للاعب فابريس التوغولي. رضا عبد العزيز، تمرير الكرة، بداية المباراة الدقائق الأولى. سفيان لاعب المغربي، سفيان المودي، تمرير الكرة، بعد ذلك تبقى المحاولة. بشير بن محمد كورياني وسفيان إياي يحاول، أتيموين لاعب النيجيري يحاول من خلال هذه الكرة لبشير لعلام هاوي، كرة على الطرف الأيمن، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا ركلة ركنية. عبد الغني شهد يتطلع لانتصار من خلال هذه المباراة، ويكون الانتصار الثامن لفريق النجف، بينما فريق الحدود الذي يتطلع لانتصار رابع، الفريق الذي أو خامس، الفريق الذي حقق 4 انتصارات. صقر عجيل بإبعاد الكرة، تبقى المحاولة، كرة بجهة اليمين، إبعاد الكرة، اصطدت، هذه مرتدة لمصلحة دينيس أنتوي، ولكن الكرة بعد ذلك مرت وأبعدت إلى خارج أرضية الملعب. يا ثائر جسام، والمحاولات لانتشال الفريق من هذا المركز الأخير بالنسبة لفريق الحدود. فريق الحدود فترة من الفترات، أتحدث عن المواسم الماضية، الذي كان يقدم كرة قدم جميلة، الذي كان يقدم عطاء مميز، ولم يكن متذيلا للترتيب، كان في وسط الترتيب، وكان
كذلك ضمن العشرة الأوائل في أغلب المواسم، وكذلك أحرج الكبار وتقدم في أغلب المباريات وانتصر في العديد من المباريات على أندية كبيرة وأندية تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وحتى أندية لديها ألقاب. وبالتالي اليوم الحدود الذي يتذيل الترتيب يتمنى هذا الرجل ثائر جسام أن ينتشل الفريق من هذا الترتيب، وأن يكون للفريق بصمة، وأن يكون للفريق كلمة، وأن يكون الفريق في الموسم القادم حاضرا في دوري الكبار، في دوري النجوم. لا يريد مغادرة دوري النجوم. ومن من الذي يريد أن يغادر دوري النجوم؟ دوري النجوم لا يريد أن يغادره للحدود ولا نفط البصرة ولا الكرخ ولا نوروز ولا كربلاء ولا الميناء ولا غيره ولا غيره ولا غيره. كل الأندية التي في كل المواسم وفي أغلب المواسم تشاهدها يعني تصارع من أجل البقاء، تمني النفس أن تبقى تكون حاضرة في دوري الكبار، في دوري النجوم، تلعب مع الكبار وتلعب مباريات كرة القدم في دوري النجوم. وهذا أمر ممتاز جدا لكل الفرق بطبيعة الحال. رمية تماس، إبعاد بضربة رأسية. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب في وسط الملعب بالسلامة، ما نتمنى نشاهد إصابة للاعب، نتمنى إخراج الكرة ومبدأ السلامة والأمان أولا وأخيرا لجميع اللاعبين. بداية المباراة 6 دقائق مرت، تعادل بدون أهداف لغاية الآن. شوف التدخل من خلال اللقطة الماضية كان ما بين محمد فاروق اللاعب الغاني وكذلك إياي أتيموين اللاعب النيجيري. بالسلامة للاعب النيجيري اللي نتمنى أن يكمل المباراة. لاعب مع فريق النجف. هنا جماهير النجف، جمهور النجف الذي دائما يتغنى بالفريق ودائما يحضر على المدرجات، وفي المواعيد الكبيرة تجد الحضور الكبير لدى جمهور النجف، وعندما يكون حاضرا على المدرجات يزين المدرجات بالهتافات الجميلة، بالأصوات العالية التي لا تنخفض أبدا طول وقت المباراة. اي والله هكذا هي جماهير النجف، وهكذا عودتنا جماهير النجف. يوسف سعيد حكم المباراة، اسقاط كرة وبعد ذلك تبقى مع فريق الحدود في وسط الملعب. انطلاقة جديدة وصلت لداكوستا هداف الفريق ب6 أهداف، بينما دينيس أنتوي محاولة مستمرة من خلال الكرة الماضية لدينا صافرة، وأنتوي بطبيعة الحال اللاعب الغاني لديه 4 أهداف من خلال هذا الموسم. هنا حارس المرمى رضا عبد العزيز، حارس اللي يمتاز بطول قامة ممتاز، وحارس يمتلك ردة فعل سريعة ممتاز. حارس المرمى، حارس مرمى فريق النجف. ركلة ركنية الآن، أحمد السروري على التنفيذ، اللاعب اليمني. هنا يوسف سعيد يتحدث مع لاعبي الفريقين، وبالتالي الركلة الركنية لمصلحة الفريق الضيف. واليوم ما عندنا ضيف، اللي من بغداد تشاهده في النجف هذا مو ضيف، واللي من النجف تشاهده في بغداد هذا مو ضيف، واللي من الشمال في الجنوب في الفرات الأوسط في بغداد في كل المحافظات. الأندية عندما تغادر وتلعب في المحافظات الأخرى ما يكون ضيف، يلعب في العراق، يلعب داخل العراق، وكل الأندية كل المحافظات طبعا نعتبرها بنادي واحد وبمحافظة واحدة. اي والله هكذا هو العراق. صقر عجيل حارس المرمى الذي يمتلك من الخبرة وخبرة السنين الطوال بالنسبة لهذا الحارس.
أمامية الكرة دينيس، إبعاد لمرتضى جمال، حسين ضياء، كرة في الوسط، وسط ساحة لعب فريق النجف سفيان المودن، بينما هنا أحمد السروري لاعب اليمني. ولدينا صافرة وخطأ على مرتضى جمال في اللقطة الماضية. علي فاز لاعب فريق النجف هدفين هذا الموسم مع فريق النجف، ولكن يبقى الهداف محمد قاسم، يبقى الهداف محمد قاسم. كرة لدينيس أنتوي، مرتضى جمال، حسين ضياء، تمرير الكرة تبقى مع الحدود، كرة مستمرة على الطرف الأيمن، محاولة والتمرير، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى رمية تماس، مرت إلى رمية تماس. عالية الكرة، إبعاد بضربة رأسية. قبل هذا اللقاء طبعا لدينا لقاء بنفس التوقيت، ديربي من ديربيات العاصمة الحبيبة بغداد اللي يجمع ما بين الطلبة والزوراء. ومن قبل هذه المباريات شاهدنا مباريات القرمة وديالة انتهت بدون أهداف، والميناء حقق الانتصار على النفط بهدفين مقابل لا شيء. ومن ضمن مباريات هذه الجولة كذلك شاهدنا انتصار نادي القاسم على نوروز بهدف مقابل لا شيء، وتعادل كربلاء والكرخ بهدف مقابل هدف. علام هاوي، كرة دومينيك مندي، تمرير الآن بشير بن محمد اتجاه محمد قاسم، ولكن الكرة مقطوعة وتبقى المحاولة. علام هاوي، هجوم الآن نجف، محاولة مستمرة، بعد ذلك التمرير وتبقى المحاولة. أحمد ماكنزي سدد الكرة من مسافة بعيدة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. هذا ماكنزي 3 أهداف هذا الموسم بالنسبة لهذا اللاعب، وهذا الرجل بطموحات كبيرة مع فريق النجف، بطموحات كبيرة مع أبناء النجف الحاضرين على المدرجات الواضحين في الصورة بأن يكون الفريق بأفضل صورة وبمراكز متقدمة. فريق النجف واحد من الفرق التي قدمت لنا لاعبين وأسماء كبيرة بكرة القدم، الفريق الذي أحرج الكبار، الفريق الذي كان حاضرا مع الكبار، الفريق الذي كان حاضرا في أغلب المواسم بحضور ملفت للنظر. هكذا هو فريق النجف. كرة ملعوبة الآن، أحمد ماكنزي داخل منطقة الجزاء، هذه خطيرة ووصلت لحارس المرمى من أمام رضا محمد حاجم. رضا محمد حاجم اللي لديه هدف من خلال هذا الموسم كان على نادي القاسم في مباراة 2-1. شوف هذه الكرة، وبعد ذلك إياي لم يتعامل مع الكرة بشكل مثالي، والكرة وصلت سهلة لحارس المرمى صقر عجيب. هذا أتيموين أمامي الكرة الآن، وصلت لسفيان المودن، فابريس يقطع مسافة فيها، تمرير دومينيك مندي، والتمريرة طالت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا مندي 5 أهداف هذا الموسم، اللاعب السنغالي. ركلة مرمى الآن، صقر عجين على التنفيذ، عالية الكرة، بعد ذلك إبعاد بضربة رأسية، وصلت لعلام هاوي، علاء تمرير الكرة، صافرة وخطأ لسيف كريم. الراية حاضرة من المساعد الأول لهذه المباراة اللي هو سفين قادر.
وخطأ لسيف كريم. هذا حكم المباراة يوسف سعيد، حكم دولي، واحد من حكامنا المميزين في دورينا. هنا يوسف سعيد. مباراة مستمرة بالتعادل بدون أهداف لغاية الآن، 15 دقيقة ولا يزال التعادل حاضرا من خلال هذه المباراة. نجف الحدود جولة 25 من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. كرة وصلت لأحمد مكنزي جهة اليسار، أمامية الكرة، إبعاد عن طريق ستيوارت. كرة وصلت إلى جهة اليمين، المحاولة مستمرة، بعد ذلك تبقى المحاولة. التمرير الآن حدود الفريق الذي يلعب على الكرات المرتدة. اي نعم، يلعب على الكرات المرتدة. هنا مرتضى جمال، هجوم الآن، علي فاز وصافرة وخطأ على دينيس أنتوي. خبرة في دورينا، الأندية التي مثلها، وبالتالي اللاعب عندما ينتقل من فريق إلى آخر، عندما يمثل أكثر من نادي بنفس الدوري، تكون له دراية كبيرة ونظرة كبيرة عن الدوري، ولديه الخبرة تكون في مباريات كرة القدم في دورينا. هكذا يكون اللاعب المحترف. دينيس أنتوي واحد من هذه الأسماء، لاعب الذي ليس هو بالجديد على مباريات دورينا. أمامية لداكوستا، ولكن فابريس، بالمناسبة هذا أكبوتشو فابريس اللاعب التوغولي ممتاز جدا، واحد من اللاعبين المحترفين على مستوى خط الدفاع في دورينا، يقدم كرة قدم جميلة دفاعيا، يقدم كرة قدم جميلة مع فريق النجف. سفيان، تمرير الكرة لمحمد قاسم بلمسة ممتازة، وصلت لبشير بن محمد. بشير، هذا غورياني التونسي يمر، التونسي بكرة عرضية، ولكن وصلت لمحمد قاسم الكابتن. يحاول الآن هداف الفريق محمد قاسم بكرة عرضية، هذه جميلة، الفكرة كانت جميلة من رضا حاتم، ولكن بعد ذلك المدافع كان أقرب، المدافع اللي أبعد الكرة الماضية، وبالتالي هنا لدينا صافرة وخطأ ركلة حرة مباشرة. الراية حاضرة من الحكم المساعد الثاني محمود سمير. هنا الخطأ على دينيس أنتوي. كرة لفابريس، أكبوتشو، 5 أخطاء في المباراة لغاية الآن، 3 الحدود وخطأين فريق النجف. صقر عجيب حارس المرمى اللي لم يختبر من خلال هذه المباراة بشكل حقيقي لغاية الآن، ولا حتى بالمقابل. رضا عبد العزيز، الكرة عالية الآن، وصلت بعد ذلك إبعاد من قبل علي فاز جهة اليمين. محاولة مستمرة لفريق الحدود، الفريق الذي يعمل على الكرات المرتدة. الكرة وصلت مرتضى جمال باتجاه أحمد السروري، تقطع من سفيان بالتمرير، تبقى للحدود. هذه تمريرة تغطية من مهاوي في وسط الملعب. الحدود الآن عودة للخلف، أمامية الكرة على مهاوي. فابريس، تقطع الكرة، تبقى مع فابريس. توغولي، محمد قاسم، كرة فيها تمريرة، تغيير اتجاه اللعب. أحمد مكنزي، صافرة، ولدينا خطأ
ركلة حرة مباشرة، هذا ماكنزي. ركلة حرة مباشرة للاعب الذي يمتلك 3 أهداف هذا الموسم، للاعب الذي يمتلك من التسديد المثالي من خارج منطقة الجزاء، يمتلك قدم يسارية قوية، وبالتالي الخطأ. الكرة تنفذ. 20 دقيقة لا أهداف في المباراة لغاية الآن. محمد قاسم، سفيان المودين، كرة مقطوعة، ابعاد من سيف كريم، جهة اليمين، حاولة مستمرة، مرتضى جمال، بعد ذلك الكرة تلعب إلى جهة اليمين، تمرير لداكوستا، لاعب خطير يعني يسجل من أنصاف الفرص عندما تأتي الفرصة وتكون متاحة. حتى هنا التسديدة ولكنها وصلت لحارس المرمى أحمد السروري، أعتقد هو من سدد، وذكرت بأنه داكوستا لاعب المثالي عندما تكون الفرصة متاحة ومن أنصاف الفرص يسجل. هذه الكرة التي طالب فيها بخطأ اللاعب محمد فاروق، ولكن حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. تمرير الآن ميدي إياي، بعد ذلك المحاولة مستمرة على أمهاوي، هذه عرضية عالية ولكنها مرت ووصلت لأحمد ماكنزي. الكرة العرضية كذلك هي مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى ركلة مرمى، صقر عجيل، كرة وصلت لعلي فاز، فابريس، كرة فيها التمرير الآن، جهة اليسار، محاولة مستمرة، تمرير دومينيك كيميندي، إلى خارج أرضية الملعب. سفيان، كرة فيها تمريرة لسفيان المودين، طلب والزوراء التعادل بهدف مقابل هدف في ديربي العاصمة بغداد، ديربي من ديربيات العاصمة. التعادل هناك بهدف مقابل هدف، ولكن التعادل هنا بدون أهداف لغاية الآن من خلال هذه المباراة. كرة ملعوبة عالية، وصلت بعد ذلك محاولة مستمرة للنجف، تمرير لسفيان، عرضية أمامية خطيرة بضربة رأسية ولكنها كانت ضعيفة ووصلت لحارس المرمى. هذا رضا محمد حاتم، رضا محمد حاتم، وبالتالي الكرة الرأسية كانت ضعيفة ووصلت لحارس المرمى في اللقطة الماضية. أمامية الكرة لغاية الآن لم نشاهد تهديد لفريق الحدود ولا حتى بالمقابل لفريق النجف، الفريق المستضيف، الفريق الذي يستحوذ على الكرة، انتشاره أفضل، امتلاكه للكرة ممتاز جدا، ولكن محاولات خطيرة على المرمى لغاية الآن ما شاهدنا، لم نشاهد محاولات خطيرة على المرمى بالنسبة لفريق النجف ولا حتى بالمقابل فريق الحدود، الفريق الضيف.
كرة ملعوبة الآن، إبعاد بضربة رأسية من بشير بن محمد غورياني، اللاعب التونسي، اللاعب الذي لديه هدفين من خلال هذا الموسم. رمية تماس، كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا سفيان المودين. مباراة ما نتمنى يبقى التعادل فيها حاضرا، نتمنى أن تكون الأمور أفضل، ونتمنى أن نشاهد الأهداف من خلال هذه المباراة. كرة بجهة اليسار، محاولة مستمرة في وسط الملعب. علام هاوي لدومينيك مندي، تمرير الكرة باتجاه إياي ولكن الكرة مقطوعة. تبقى المحاولة لداكوستا، عالية الكرة، تغيير اتجاه اللعب إلى جهة اليمين. مرتضى جمال يحاول، أو هذا سيف حاتم، اي نعم سيف حاتم حكم المباراة المساعد الثاني يقول بأن هناك لمسة يد. محمود سمير، الكرة مستمرة لفابريس، بكرة وتمريرة لعلي فاز، من علي فاز تمرير الكرة لأحمد مكنزي، جهة اليسار، بعد ذلك العودة فيها لفابريس. هجوم لمصلحة فريق النجف، محاولات مستمرة. نعم الكرات ليست خطيرة على المرميين، ولكن الاستحواذ لفريق النجف، يمتلك الكرة، يتناقل الكرة ويحاول، ولكن محاولاته في وسط الملعب ويفتقد للمسة ما قبل الأخيرة. هكذا هو الواقع وهكذا هو الحال بالنسبة لفريق النجف. كرة فيها عودة لرضا عبد العزيز، ضربة رأس ولكنها وصلت لصقر عجين. صقر عجين عالية الكرة، سفيان المودين، ابعاد في وسط الملعب. داكوستا يحاول، او هذا محمد فاروق، ولدينا صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة الآن لمصلحة الحدود. بالسلامة لداكوستا. سيف كريم على التنفيذ، عالية الكرة، وصلت لرضا عبد العزيز، من رضا عالية الكرة في وسط الملعب. تبقى المحاولة في الوسط، صافرة وخطأ يوسف سعيد حكم المباراة، بينما هنا مرتضى جمال. هذا مرتضى، ومباراة لغاية الآن مباراة متوسطة المستوى، أو خلوني أقول عنها لا هي أقل من ذلك، المباراة لغاية الآن. بالسلامة لدومينيك مندي. ركلة حرة مباشرة الآن لمصلحة الحدود.
أمامية الكرة، دومينيك مندي، صافرة وخطأ الآن. صافرة ولدينا خطأ للاعب السنغالي، وركلة حرة مباشرة. الكرة تنفذ، خطأ مرة أخرى، هذه المرة لعلام هاوي. بطاقة صفراء لمينا ستيوارت الكولومبي، يتلقى البطاقة الصفراء. لاعب الكولومبي مينا ستيوارت يتلقى البطاقة الصفراء. هنا ستيوارت، مينا الكولومبي مدافع الحدود يتلقى البطاقة الصفراء، وهي الأولى التي تظهر من خلال هذه المباراة. محمد قاسم على التنفيذ، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، إبعاد بضربة رأسية. دومينيك مندي يحاول الآن، كرة مستمرة وإلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. 30 دقيقة مرت، لا فرص، لا خطورة على المرميين، ولا أهداف في المباراة لغاية الآن. النجف والحدود من خلال الجولة 25 من دورينا، دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. تحدث عن 5 مباريات هذه الجولة. اليوم الثاني طبعا لانطلاق هذه الجولة. أمس شاهدنا مباريات كربلاء والكرخ التي انطلقت بها الجولة، ومباراة القاسم ونوروز. اليوم الثاني بدأ بمباريات القرمة وديالة التي انتهت بدون أهداف، وكذلك بمباراة الميناء والنفط والتي انتهت لمصلحة الميناء بهدفين مقابل لا شيء. وهنا مباريات بنفس التوقيت، هنا في ملعب النجف وفي العاصمة بغداد لدينا مباراة في ملعب المدينة الدولي الذي يحتضن مباراة الطلبة والزوراء، ديربي من ديربيات العاصمة بغداد. تختتم هذه الجولة في ثالث أيام الجولة، طبعا جولة فيها 3 أيام. هنا اليوم الثاني وغدا اليوم الثالث. كهرباء وأربيل، دوك وزاخو، الشرطة والقوة الجوية، كذلك مباراة كبيرة وديربي من ديربيات بغداد، ودوك وزاخو ديربي من ديربيات الشمال، شمالنا العزيز. وتختتم كذلك مباريات الجولة بمباراة نفط البصرة ونفط ميسان، الديربي النفطي لهذه الجولة. جولة مليئة بالديربيات. هنا كرة عن طريق سيف كريم، تمرير الكرة أحمد السروري، كرة مقطوعة الآن. بعد ذلك التمرير سفيان المودين، تمرير، هجوم، والكرة وصلت لحارس المرمى. هنا دومينيك مندي، والكرة وصلت لحارس المرمى. صقر عجيل، عالية الكرة، بعد ذلك ابعاد من فابريس. منو اللي راح يسجل، الضيف او المستضيف؟ لغاية الان لا المستضيف سجل ولا الضيف سجل. علي فاز،
أحمد مكنزي، ابعاد الى خارج ارضيه الملعب. هذا اياي اتيموين نيجيري، ورمية تماس الان. تماس للنجف، سفيان المودين، فابريس على مهاوي، تمرير الكرة وصلت بعد ذلك لعلي فاز، تمرير الكرة ومن امام اياي، الكرة مقطوعة مرتدة اصبحت الان لاحمد السروري، تقطع من امامه صافرة وخطأ على احمد السروري. هذا اتيموين واشوف احمد السروري، وبالتالي الصافرة والخطأ من خلال اللقطة الماضية. هجوم للحدود يعتمد على الأطراف، يعتمد على الكرات العرضية، بينما هنا دومينيك مندي يخسر الكرة. مرتضى جمال، محمد فاروق، داكوستا لمحمد فاروق، تقطع عن طريق رضا حاتم، مرتدة الآن ولكن إبعاد بطريقة ممتازة. برافو، تدخل أكثر من ممتاز من هذا المدافع. سيف كريم يقدم مستوى رائع مع فريق الحدود. فابريس، سفيان باتجاه رضا حاتم، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. وصلت لمحمد قاسم، محمد يحاول، والكرة طالت تعتقد إلى تماس، ما خرجت الكرة، الحكم المساعد يقول. والكرة بعد ذلك وصلت لمهاوي، دومينيك مندي مرر الكرة، وصلت لأحمد مكنزي. إياي أتيموين حاول أن يمر، انطلاقة سريعة، بعد ذلك الكرة العرضية محمد قاسم، والكرة طالت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لمصلحة الحدود. حكم المباراة يوسف سعيد يطلب من اللاعبين لعب الكرة من لاعبي فريق الحدود. رمية تماس الآن، سيف كريم، سفيان المودين إلى خارج أرضية الملعب. هذا سفيان، رمية تماس أخرى. مباراة في 38 دقيقة ما فيها فرص، شيء ما نتمنى نشاهده بكرة القدم. عندما تصل الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول والمباراة ما فيها فرص، بكل تأكيد يعني المتابع لكرة القدم اللي بكل تأكيد يعني يتابع مباريات دورينا، ويتابع فريق النجف، يتابع كل الفرق، جمهور المحايد اللي يبحث عن متعة كرة القدم عندما يتابع مباراة والمباراة تصل للدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول وما فيها فرص، كل تأكيد يعني هذا الأمر غير مناسب بالنسبة لهذا المشجع أو لهذا المتابع. كرة القدم فرص، كرة القدم أهداف، كرة القدم متعة، وهذه الأمور جميعها لم نشاهدها من خلال هذه المباراة. لم نشاهد الفرص، هذا الواقع اللي نشاهده أمامنا الآن. مباراة لو فيها فرصة نقول بأن المباراة الفرصة كانت في الدقيقة كذا وكذا، إن كانت للحدود وإن كانت لفريق النجف، إن كانت فيها يعني كرات وجمل تكتيكية جميلة تذكر كذلك،
تذكر كذلك مرتدة واحدة لفريق الحدود لو كانت جميلة جدا وتلعب بطريقة منظمة جميلة جدا تذكر كذلك، ولكن كل هذه الأمور ما شاهدناها في المباراة لغاية الآن. بطاقة صفراء لمن هذه المرة؟ لدينيس أنتوي أو لمن؟ نتابع. داكوستا من تلقى البطاقة الصفراء. توجيهات لمحمد قاسم لاعب بالتأكيد. هذا التدخل، وهنا دينيس أنتوي يتلقى البطاقة الصفراء، وهذه الثانية في المباراة، وكلاهما على لاعبي فريق الحدود وعلى اللاعبين المحترفين بالتحديد. على الكولومبي لينا ستيوارت البطاقة الأولى مدافع فريق الحدود، وهذه المرة على المهاجم الغاني دينيس أنتوي. كرة فيها إبعاد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس تنفذ الكرة بشير بن محمد جورياني. محمد قاسم يا فنان، الله 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 على كرة محمد قاسم، كيف لم الكرة وكيف كان الدوران والكرة العرضية، ولكن بعد ذلك التيموين الكرة الرأسية. حلوة 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 هذه اللقطة، وحلوة هذه الكرة من محمد قاسم اللي لم الكرة بطريقة ممتازة، وبعد ذلك بظاهر القدم اليسرى أرسل كرة عرضية عالية استقبلها اللاعب التيمون بكرة رأسية، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الحدود. تلعب بشكل سريع، عادت لفريق النجف كذلك بشكل سريع. ميندي، محمد قاسم حاول أن يمر، أحمد مكنزي عالية الكرة ولكنها مرت من الجميع على خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. هل سيغير ما بين الشوطين عبد الغني شهد أو ثائر جسام؟ ننتظر ونتابع. الكلمة والخيار يبقى للمدربين. علي أمهاوي عالية الكرة، بعد ذلك إبعاد للكرة. علي فاز صافرة، ولدينا خطأ على دكة البدلاء لفريق النجف. طبعا لدينا سرهنج، محسن، محمد جاسم، مصطفى، محمد معا، وأحمد نعيم، محمد حسن، ومحمد صالح، شبر علي، يونس حمود، وأيمن لؤي. هذه دكة البدلاء بالنسبة لفريق النجف. بالمقابل لدينا حيدر باسم، وحسين جاسم، وعلي محمد علي، وحسين جبار، باقر عطوان، شيروان كردستان، ومحمد جميل، وأثير صالح، وحسن سرور اللاعب اللبناني. هذه دكة البدلاء بالنسبة لفريق الحدود، ولكن أعتقد بأنه فريق النجف هو من سيغير ما بين الشوطين. الحدود إذا ما انتهى الشوط الأول بهذه النتيجة ما راح يغير ثائر جسام، ولكن النجف إذا ما بقت المباراة بهذه النتيجة أعتقد عبد الغني شهد سيغير ما بين الشوطين، ويبقى الخيار لعبد الغني شهد يغير أو لا، يعني هذا مجرد توقع. ويبقى نظرة المدرب وما شاهده من خلال الشوط الأول إن كان عبد الغني شهد وإن كان ثائر جسام. ركلة حرة مباشرة، دقيقة 44، دقيقة واحدة متبقية عدا الوقت المضاف. سفيان المودين، الكرة تنفذ الآن، إبعاد للكرة. ميندي عالية لسفيان، إبعاد بضربة رأسية. تبقى المحاولة، هذه مرتدة لفريق الحدود.
شوف الأخطاء 15 خطأ، 4 النجف 11 خطأ على الحدود، وبالتالي الكرة على جهة اليمين عالية، الكرة لداكوستا ولكنها وصلت لحارس المرمى ومن قبلها صافرة وخطأ. هذا هداف الفريق ب6 أهداف اللاعب السنغالي. تمرير الكرة إياي عرضية ولكن إبعاد من قبل علي حسن إلى خارج أرضية الملعب. اللاعب الليبرو مع فريق الحدود، إبعاد إلى تماس إياي سفيان، هنا الإبعاد الخاطئ وضربة رأسية. المتابعة للكرة من قبل حسين ضياء. فابريس، دقيقة 1 الوقت المضاف للشوط الأول. نتمنى أن يكون الشوط الثاني شوط مغايرا بكل شيء، مغايرا بالنتيجة، نتمنى أن تكون الأهداف حاضرة، مغايرا على مستوى الأداء الفني لكلا الفريقين. نتمنى أن نشاهد فرص، كل الأمور اللي ما شاهدناها في الشوط الأول نتمنى أن نشاهدها من خلال الشوط الثاني. نستمتع بالشوط الثاني، نستمتع ب45 دقيقة من خلال الشوط الثاني، هذا ما نتمناه. الكرة ملعوبة لداكوستا، يحاول عالية الكرة أحمد السروري، وتبقى المحاولة داخل منطقة الجزاء، بينما هنا الكرة وصلت لحارس المرمى رضا عبد العزيز. خلاص الشوط الأول خلاص، ستطلق الصافرة، ربما هذه الأخيرة. محمد قاسم يحاول أن يمر وبعد ذلك إرسال الكرة عالية، الضربة الرأسية والرأسية، بعد ذلك التسديدة تأتي ولكنها مرت من حاكم إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ومع هذه الفرصة الأخطر من خلال الشوط الأول تأتي الصافرة من قبل حكم المباراة يوسف سعيد لتعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف ما بين فريقي النجف والحدود. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. ينطلق كرار، ممكن المهارة من كرار، يحاول يسدد هيليو والضغط على كرار، ينتظر كرار، يهيئ داخل منطقة الجزاء حميد الطائي، ممكن الميناء داخل منطقة جزاء أربيل، يلا يا حميد داخل منطقة الجزاء، وكرار جعفر يفعلها ويسجل، الميناء، السفانة بهدف قاتل في مرمى أربيل، الميناء يسجل في مرمى أربيل، بهدف جميل عن طريق الصغير الماكر كرار جعفر، يسجل في مرمى أربيل بهدف قاتل فعلها الميناء، فعلتها السفانة في هذه اللحظات بهدف عن طريق كرار. لاحظ الإعادة، لاحظ حميد الطائي، مرر كرة جميلة لكرار غير متسلل كرار، ويضعها على يمين حارس المرمى دولوفان مهدي. يسجل الآن فريق الميناء عن طريق كرار جعفر هدف جميل في مرمى أربيل، ليعلن عن هدف قاتل في هذه اللحظات. تلعب عالية، لفة ممتازة في منطقة الجزاء، متابعة، الله
جول للكناري، جول للكرخ، وجعفر وسط الأمطار يسبح في استاد الكرخ، يسبح في استاد الساحر. أحمد راضي وجعفر عبيس يطوف يغوص يحاول يسجل، وكور يحيي كرة ذاهبة إلى خارج أرضية الملعب، ولكنهم الكرخ، ولكنهم الكناري، ولكنهم في أوج عطائهم. تجد الشباب حاضرة. هذه كرة من يونس غني أرسلت من دون أوفسايد، الأولى لعبت، الثانية وصلت، والمحاولة في الجول. الهدف شرعي، الهدف من غير أوفسايد، لا أوفسايد، نو أوفسايد. والكرة في المرمى، رأسية أولى، متابعة ثانية، والكرة بالمباشر في الجول. هذه رأسية عمر وصلت إلى من؟ وصلت إلى بنيامين، الكور إلى جعفر، والكرة وهدف أول، وإيقاف المتصدر مهما قد يفعلها عبد الجبار. من جانب لاعبي زاخو تترك الآن إلى من؟ إلى أحمد ياسين. أين ناصر؟ هذا ناصر محمد، الله! اليماني 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 يحضر الآن، يعيد زاخو إلى التعادل. المتصدر لا يتعثر، لا يخسر، يعود إلى المباراة بصدمة كبيرة في الكرخ، بصدمة كبيرة. هنا جمهور زاخو، هنا الانفعال، هنا هستيريا في المدرج، هنا عودة أبناء الخابور. لاحظ الكرة وصلت عالية من دون أوفسايد، تركت لمن؟ تركت للأسود. هذا الأسود وضع الكلمة، أثر الصندوق موجود، أثر الصندوق الأسود موجود، حاضر في أرضية الملعب. لذلك الهدف قادم، والهدف وتا. وصلت إلى ناصر، كنترول عالمي، قراءة رائعة، وشاكر يتفرج. هذا الكنترول سوبر من ناصر، وتسديد سوبر، وسوبر ناصر يعيد زاخو إلى المباراة، يعيد زاخو إلى التعادل. أبناء الخابور عن طريق السوبر ناصر محمدو. العراق بعد أن وصلت الكرة وعدت هناك بنقلة تمريرة، وصلت الآن، جول! هذا هو التقدم، وهذا هو الهدف الأول. انتظروا 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 كثيرا، ومنتظر عادل الذي لا يطيق الانتظار جاء بهدف للكهرباء، وعادت الكهرباء لتشعل أجواء المباراة، لتضيء المباراة وملعب المباراة بهدف من الشقيق الأصغر إلى الشقيق الأكبر. هناك الأسيست كان من عباس عادل لأحمد عايد، شاهد عايد لمنتظر عادل، والهدف الأول الصناعة من أبناء عادل لأحمد عايد، ومنتظر عادل وضعها في المرمى. أعطني اللقطة الأولى من عباس عادل لأحمد عايد، وصلت لأقدام منتظر عادل ليسجل ويعلن عن أول أهداف المباراة لنادي الكهرباء بهدف أول. نعم، بالهدف الأول بسرعة البرق أضعها ووسكنها الشباك. الدفاع للحفاظ على نتيجة المباراة. هذه كرة بالراس تتخلص وتعود هناك بنقلة مضت بوسط ملعب المباراة عند اللاعب وولجا رونالد بهذه الكرة لتعود هناك بنقلة، لا بتصويبه مضت ممكن التعادل. جول! يأتي هدف التعادل، لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا للكتيبة البرتغالية. تعدلت الأمور، تعدل المزاج البرتغالي لديالا لمدينة البرتغال. يأتي هدف التعادل من البديل. هذا المرور كانوا يظنون بأنها تسلل، لكن لويس بهاما لن يقف مكتوف الأيدي ويتحرك بسلاسة ليعدل الأمور لمصلحة نادي ديالا، ويسجل هدف التعادل بالمباراة بالوقت القاتل. يأتي هدف التعادل عن طريق البديل، لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا. هي مباراة بكل تأكيد يعني مباراة صعبة على الزوراء، ولكنها ليست مستحيلة، وصعبة على النجف ولكنها ليست الله
الله، ليست مستحيلة، ليست مستحيلة على الزوراء، ليست مستحيلة على النوارس. جول، سجل الزوراء. إنها أيام العودة يا زعيم، إنها أيام العودة يا زعيم العودة والحنين إلى الماضي. أمر حتمي، أمر حتمي. عودة الزعامة، عودة الزعامة، عودة السيادة يا سادة. اي نعم، اي نعم، اي والله، اي والله، بهكذا طريقة، بهكذا طريقة. الله 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 على الهدف الجميل. يوه يوه، أرضية الملعب. إبراهيم توميو يحاول أن يمر، بعد ذلك الكرة فيها عودة وسرهان. حكم المباراة صفر، صفر أو لا، صفر أو لا، صفر ربما، أو جول ثاني، جول ثاني يحتسب، يحتسب، يحتسب لمصلحة الزوراء. سرهنج محسن في اللقطة الماضية، والكرة مرت إلى داخل الشباك ليتقدم الزوراء. يحتسب الهدف. اللاعب والعودة لحارس المرمى، وبعد ذلك حارس المرمى اللي كان يعني يحاول ابعاد الكرة. شوف 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 الإعادة، ابعاد خاطئ كلف الفريق هدف ثاني، يكلف الفريق هدف ثاني لمصلحة الزوراء. شوف الكرة، هذه الكرة اللي نقول عنها غدارة. باز علي يتقدم، علي سدد، جول، جول. الله، سجل 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 النجف، سجل النجف. قوية في قلب المرمى، قوية في قلب المرمى، قوية في وسط المرمى. كرة ملعوبة لشريف، عالية الكرة ترسل للأمام، والضربة الرأسية والمحاولة مستمرة. الله، ظهر التنزاني، ظهر التنزاني سايمون مسوفة، سايمون مسوفة سجل للطلبة. يتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة بكرة يسارية في وسط المرمى ليتقدم الطلبة. سجل الطلبة أول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول. سايمون مسوفة صاحب الأهداف الأربعة يسجل هدف الخامس من خلال هذا الموسم، وبالتالي هدف مقابل لا شيء عن طريق التنزاني سايمون مسوفة. شوف الكرة بدأت من شريف أرسل الكرة عالية، وبعد ذلك لؤي الهاني، ومن ثم مرت على لاوندي، ولكنها ما مرت على الأسمراني، ما مرت على الأفريقي، ما مرت على التنزاني، ما مرت على سايمون، ما مرت على مسافة، وبالتالي يتقدم بأول الأهداف للأنيق للطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن. 5 دقائق. هنا الكرة تخطف من قبل مهدي كامل، مهدي تقدم، مهدي تمريرة، سايمون للثاني. الله، جول ثاني، هدف ثاني لأنيق العاصمة، هدف ثاني لأنيق العاصمة. إنها العودة، إنها العودة التي ستكون أقوى بلا شك. انتظروا عودتي بعد الغياب. نحن فريق الأمس واليوم وغدا. نعم، هكذا هي العودة، وهكذا هي المباراة، وهكذا هي الأهداف.
سجلت، وهنا هدف قاتل، هدف قاتل للمرة الثانية. يظهر لنا الأسمراني، يظهر لنا التنزاني ليسجل ثاني الأهداف. سايمون مسوفة، وسايمون يسجل سادس أهدافه من خلال هذا الموسم. شوف سايمون يحتفل بهذه الطريقة. 0-0. هنا محاولة، محمود يحاول يعدي، يبحث عن كرة عرضية، وهذا علاء بالروس. جول لأومارو، رأسية جميلة لصقور الغربية، ارتقاء جميل ورائع ليوسف أومارو اللي يسجل أول أهداف المباراة. فرحة الجماهير وفرحة السيد أحمد خلف بهدف ولا أروع لهذا اللاعب يوسف أومارو بعدما سجل في مرمى القوة الجوية ونوروز. ها هو يسجل الآن في مرمى الحدود. هدف رائع جدا، هدف جميل. شوفها بالإعادة، علاء الدين، كرة عرضية رأسية. يا سلام يا سلام، شوف علاء وضعها على رأسه، وبالتالي خلاها في الشباك ليسجل أول أهداف المباراة. واحد القرمة لا شيء الحدود. نعم، بهذه اللقطة بهذا الارتقاء للأسمراني يسجل يوسف أومارو. محاولة الانطلاقة لمصلحة علاء، ينقل له كرة، يبحث عن المنطلق. هذه خطيرة، محمود. يا سلام، هذا البديل، هذا اللي اشترك في شوط المباراة الثاني. نعم، محمد عدنان دوحي يسجل لمصلحة القرمة ثاني الأهداف. وهذه فرحة دوحي وفرحة الجماهير بعدما سجل في مرمى الشرطة وكذلك الحدود ونفط البصرة والميناء. يسجل الهدف الخامس الشخصي له وثاني أهداف القرمة في مباراة اليوم. هدف رائع جدا. شوف الخطأ الدفاعي، بعد ذلك خطفها وضعها في الشباك. صعبة على حيدر باسم. يسجل ثاني أهداف القرمة في مباراة اليوم. لا شيء. محمد عدنان يبدو اللاعب البديل، تغيير اللي أجراء السيد أحمد خلف في فترة الاستراحة، وبالتالي يضاعف نتيجة اللقاء. محمد عدنان، السيد أحمد خلف. كرة تعود البرازيلي جيفرسون، ينقل له كرة لإشهاب، يتقدم، حاول يعدي، يمر، ينقلها لمحمد عدنان. دوحي، ممكن كرة عرضية، هذه خطيرة بالروس. يا سلام، الله 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 يا أومارو. رأسية لا تصد ولا ترد، يضاعف من خلالها نتيجة المباراة. الله على هذا الهدف. وهذه جماهير القرمة، هذه جماهير صقور الغربية سعيدة مع هذه الدبكة الأفريقية في ملعب الراحل أحمد راضي. نعم، سعداء والكل سعيد، عشاق القرمة في هذه اللحظات. نعم، 3 أهداف. أومارو يتألق ويضاعف نتيجة اللقاء بهذه. شوف التمريرة، شوف المحاولة، بعد ذلك وصلت لي محمد عدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء النجف والحدود. الشوط الأول تعادل بدون أهداف، لم نشاهد فيه الأداء المقنع بالنسبة لكلا الفريقين. لقاء لحساب الجولة 25 من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. هنا الحدود والمحاولة مع بداية الشوط الثاني. حالة تسلل، يبدو لي لا توجد تغييرات. هنا دينيس أنتوي لاعب الغاني مهاجم فريق الحدود، والكرة الماضية اللاعب كان في موقف تسلل، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة
لم يغير السيد عبد الغني شهد، ولم يغير كذلك السيد ثائر جسام مدربي الفريقين. لو كانت تغييرات تشاهدناها مع بداية الشوط الثاني مع الدقيقة الأولى. مباراة نتمنى أن يكون الشوط الثاني مغايرا تماما عن الشوط الأول وما شاهدناه في الشوط الأول. الشوط الأول لم نشاهد فيه إلا في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، وكرة اللاعب رضا محمد حاتم التسديدة التي مرت بجوار القائم الأيسر بحارس المرمى صقر عجيل إلى خارج أرضية الملعب. تشكيل نفس التشكيل، حدوث صقر عجيل، علي حسن، سيف كريم، ستيوارت، وكذلك سيف حاتم، حسين ضياء، مرتضى جمال، وأحمد السروري، محمد فاروق، وداكوستا، ودينيس أنتوي. نجف رضا عبد العزيز، علي فاز، أحمد مكنزي، علام هاوي، دومينيك مندي، رضا محمد حاتم، وكذلك سفيان المودين، محمد قاسم، بشير بن محمد، وإياي أتيموي. نفس الأسماء التي بدأ من خلالها كلا المدربين. كرة ملعوبة على جهة اليمين، علام هاوي، تمرير الكرة، حاتم، فابريس، علي فاز، أحمد مكنزي، رول ممتاز، طلاقة سريعة من جهة اليسار، عرضية أمامية ولكنها وصلت لحارس المرمى صقر عجيل. باليد، كرة ملعوبة بشكل سريع، اعتماد على الكرات المرتدة، سيف كريم لفريق الحدود، تمرير الكرة، تبقى المحاولة، داكوستا أمامية وإبعاد للكرة. إياي نجف، دومينيك مندي، كرة في وسط الملعب، هذا دومينيك يطالب بخطأ، حكم المباراة يوسف سعيد أشار لاستمرار اللعب. أمامية الكرة، دينيس أنتوي، وفابريس إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هذا كبوتشو، فابريس لاعب التوغولي، حتى مباراة المرحلة الأولى فيها هدف كان للنجف في بغداد. هنا في النجف الأشرف، ومباراة المرحلة الثانية لقاء الجولة 25 لغاية الآن التعادل بدون أهداف، ما في أهداف في هذه المباراة. جول للحدود، جول للحدود، يسجل الحدود الهدف الأول، هدف أول لمصلحة الضيوف، هدف أول من المدافع حسين ضياء، يسجل أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة. الضربة الركنية من أحمد السروري والضربة الرأسية. الله الله على هذه الكرة، الكرة من المدافع بهكذا طريقة قوية مرت على رضا عبد العزيز. هكذا يتقدم الحدود، وهكذا يسجل الحدود، يفتتح باب التسجيل ليتقدم بأول أهداف في المباراة. برافو 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 للحدود، يتقدم ويسجل عن طريق المدافع المتقدم بالكرات الثابتة حسين ضياء بضربة رأسية، يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 50 من عمر المباراة، الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الثاني. سجل الحدود، تقدم الحدود، بينما النجف الذي يحاول أن يعدل النتيجة، النجف الذي يحاول أن يعود إلى المباراة، الفريق المستضيف لهذا اللقاء. وبالتالي أحمد مكنزي يحاول من خلال هذه الكرة يبحث عن الزميل محمد قاسم بتمريره لدومينيك مندي، لم يقدم الشيء الكثير فريق النجف من خلال هذه المباراة. علي فاز، كرة ملعوبة الآن،
سفيان لماكنزي، محمد قاسم بتمريره وابعاد للكره، تبقى المحاوله، ابعاد بضربه راسيه. سفيان المودين، سفيان العرضيه للامام، بشير بن محمد غورياني التونسي بكره ولكنها مرت الى خارج ارضيه الملعب. ولكن المباراه راح تكون اجمل. اي نعم، المباراه راح تكون اجمل، المباراه راح تكون فيها فرص وفيها ضغط من النجف، فيها محاولات من النجف من اجل ادراك التعادل، وبالتالي الرجل الذي يتابع المباراه ونظرات للمباراه من قبل عبد الغني شهد، والمباراه لا تزال في تقدم لفريق الحدود بهدف مقابل لا شيء. خطأ، ضربة حرة مباشرة. حسين ضياء، فابريس إلى تماس، هذا فابريس، رمية تماس، كرة تنفذ، سيف حاتم، أحمد السروري، مرتضى جمال، محمد قاسم يعود بكرة، وصلت لأحمد السروري، حاول أن يمر، تبقى المحاولة، عرضية من قبل سيف حاتم، كرة اصطدت محمد قاسم، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب. سفيان، تمريرة خاطئة، حدود، لمسة جميلة، محاولة مستمرة، دينيس أنتوي يحاول أن يمر، تمرير الكرة الآن، هنا التسديدة ولكن الكرة وصلت لحارس المرمى، كرة وصلت لرضا عبد العزيز. كرة أمامية الآن، علي فاز، سفيان، محاولة مستمرة، رضا حاتم يحاول من خلال هذه الكرة ضغط كبير من سيف كريم، والكرة تنتهي بركلة مرمى، تنتهي بركلة مرمى. هنا الإعادة مطالبة بركلة ركنية، بينما هنا ردة الفعل الكبيرة من قبل المدافع سيف كريم. كرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة مستمرة وإلى خارج أرضية الملعب. تنفذ الكرة والإبعاد من قبل حارس المرمى. الآن بدأ الضغط من النجف، محاولة لإدراك التعادل، إياي يحاول داخل منطقة الجزاء لسفيان، تمرير الكرة لعلي فاز، سفيان المودين سدد، جول جول، الله جول، عاد النجف، عاد النجف، عاد غزة
البادية، وسجل التعادل بعد مرور 5 دقائق من تسجيل هدف التقدم لفريق الحدود. هذه التسديدة، الكرة ما مرت. إياي هو من أكمل الكرة، وهو من تابع الكرة، وبالتالي المغربي سدد والنيجيري كمل عليها، وبالتالي 1-1 الآن. عاد النجف، عاد غزلان للبادية. شوف المتابعة، إياي التيموي اللاعب النيجيري يسجل من خلال الكرة الماضية، إدراك التعادل بضربة رأسية بمتابعة للكرة الماضية. سجل النجف، وعاد النجف بسرعة بعد مرور 5 دقائق عن تسجيل هدف التقدم بالنسبة لفريق الحدود. 1-1 الآن. 1-1 الآن حكم المباراة، وبالتالي حالة التسلل ربما على علي فاز، من الأولى على علي فاز. شوف هذه الكرة، هذه حالة التسلل التي كانت على اللاعب علي فاز، ومن ثم عادت لسفيان، وسفيان سدد الكرة. يلغى الهدف. إذن يبقى الحال على ما هو عليه، تقدم فريق الحدود بهدف مقابل لا شيء. تغييرات الآن. شبر علي، يغادر رضا محمد حاتم، ويغادر سفيان المودين، يشترك محمد صالح، ويشترك شبر علي. خروج لسفيان ورضا محمد حاتم. تغييرات للمدرب عبد الغني شهد. كرة بإبعاد، جهة اليسار، وصلت لمرتضى جمال، أمامية الكرة، يحاول أحمد السروري، سدد الكرة ولكنها وصلت لحارس المرمى. كرة وصلت، تبقى المحاولات مستمرة. هذا بشير، رمية تماس تنفذ، تسديدة من محمد قاسم ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة التي احتسب فيها حالة تسلل على علي فاز. هجوم ومطالبة بخطأ، ولكن حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. محاولة مستمرة، إياي
التيموين حاول أن يمر، بعد ذلك التمرير وكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا مينا ستيوان. شبر عالية، الكرة تترك من قبل حارس المرمى إلى ركلة مرمى. فابريس تبقى المباراة بهدف مقابل لا شيء. محمد قاسم يحاول، أمامية الكرة صافرة وخطأ. تمرير الآن، وصلت وطالت إلى خارج أرضية الملعب. شوط ثاني، صقر عجيب، إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. محمد قاسم داخل منطقة الجزاء، ولكن إبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب، أعتقد ركنية. سيف كريم، سيكون هناك ضغط كبير على المدافعين. ركنية أحمد مكنزي، عالية الكرة، محمد قاسم سدد الكرة ولكنها اصطدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية. ركنية الآن، تنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. سيبقى هذا الضغط وستبقى هذه المحاولات، وبالتالي شوف الإعادة. الكرة الماضية كرة مرت على فابريس، اعتقد ركنية إن لامست أو لا. حكم المباراة يقول ركلة مرمى. هنا محمد قاسم، بطاقة لمن؟ دينيس أنتوي. إن كان أنتوي فلديه بطاقة صفراء، لديه بطاقة صفراء. شوف هنا الإعادة، دينيس أعتقد لديه بطاقة. أي نعم، هذه مباشرة حمراء، مباشرة حمراء. يطرد دينيس أنتوي، طرد في الدقيقة 65 من عمر المباراة. سلامة لمحمد صالح.
شوف هنا الإعادة، وبالتالي بطاقة صفراء ومن ثم حمراء، صفراء الثانية ومن ثم الحمراء. اي نعم، ليست مباشرة الحمراء، مباشرة صفراء ومن ثم تشهر الحمراء. كرة ملعوبة الآن. هجوم للنجف، محاولة مستمرة، تبقى الكرة محمد صالح عرضية، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية الآن. هل هناك فار أو لا؟ حكم المباراة يقول ما فيها اللقطة الماضية، وبالتالي الركلة الركنية تنفذ. عالية، إبعاد ضربة رأسية، محمد قاسم تسديدة، وصلت بعد ذلك لشبر علي. أمامية الكرة، هجوم دومينيك مندي، ابعاد للكرة، محمد قاسم يحاول تمرير إياي التيموين، تمرير للسنغالي، بعد ذلك عودة لمحمد قاسم وصقر عجيب. صقر عجين، اخراج الكرة، ولدينا لاعب منقع على ارضية الملعب. شوط ثاني مختلف تماما. أمامية الكرة، أحمد مكنزي، التيموين يحاول أن يمر، وبعد ذلك تبقى المحاولة. دومينيك مينتي لأحمد مكنزي، محاولة مستمرة جهة اليسار، العرضية داخل منطقة الجزاء، وتسديد الكرة. تبقى المحاولة والهجوم، بعد ذلك إبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. تغيير قادم، يونس حمود، خروج لعلام هاوي، تغييرات للمدرب السيد عبد الغني شهد، ولكن النتيجة لم تتغير لغاية الآن. يبقى تقدم الحدود بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 50 عن طريق المدافع حسين ضياء بضربة رأسية. إبعاد للكرة مرة أخرى، تمريرة أمامية جهة اليسار، أحمد مكنزي، والكرة اصطدت وتحولت إلى تماس. كرة خطيرة لكنها خارج أرضية الملعب. فرص بالنسبة لفريق النجف، كرة إلى خارج أرضية الملعب. بشير بن محمد قورياني،
الكرات الخطيرة من خلال الشوط الثاني وضياع للفرص بالنسبة لفريق النجف. بشير قورياني وإياي أتيموين، محمد قاسم، وحتى رضا حاجب قبل خروجه. هذه الفرص وهذه المحاولات المستمرة لفريق النجف من خلال هذه المباراة من أجل إدراك التعادل وحتى مع التغييرات. هجوم الآن بشير، أمامية الكرة عالية والضربة الرأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب من يونس حمود. كرة إلى خارج أرضية الملعب تنفذ. هجوم الآن، محاولة مستمرة، تبقى الكرة وبعد ذلك التسديدة من داكوستا وحارس المرمى. حارس المرمى أبعد الكرة الماضية، حارس المرمى أبعد الكرة الماضية، كانت خطيرة. رضا عبد العزيز، كرة وصلت لصقر، هذه الكرة ورضا عبد العزيز والتسديدة التي من خلالها داكوستا سدد الكرة. شبر، تمرير الآن داخل منطقة الجزاء، مكنزي سدد الكرة وإبعاد من قبل حارس المرمى. مباراة مختلفة تماما عن الشوط الأول. تغيير الآن، تغيير سين جبار شارك، وبالتالي فريق الحدود سيجري تغييرات ليحافظ عن هذا الهدف، ليبقي الحال. خطيرة من يونس حمود، خطيرة من يونس حمود ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. جميلة 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 ورائعة، حلوة 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 من يونس حمود، حلوة من يونس حمود ولكنها كانت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. صافرة وخطأ. محمد قاسم، بشير، محمد قاسم، شبر، أمامية ولكن صقر عجيب. علي فاز، هجوم الآن، محاولة مستمرة، تبقى المحاولة وبالتالي خطيرة. هدف التعادل، هدف التعادل لغزدان.
هدف التعادل لغزلان البادية، سجل أخيرا. عادوا الغزلان، عادوا الغزلان، عادوا. هذه الكرة، الإبعاد بهذه الكرة من سيف كريم، ومن ثم المتابعة والرسيلة التي اصطدت بالمدافع، اصطدت بصاحب هدف فريق الحدود زين ضياء، وبالتالي الرأسية من البديل يونس حمود، وبالتالي هدف مقابل هدف الآن، هدف مقابل هدف الآن. المدافع اللي سجل لفريقه، وبالتالي الكرة اصطدت بالمدافع وتغير مسار الكرة، والكرة كانت في شباكه. النجف سيحاول بطبيعة الحال أن يضيف الهدف الثاني، سيحاول بطبيعة الحال أن يضيف الثاني. خذ مباراة دقائق المتبقية، خذ فيها مباراة، وخذ فيها إثارة، وخذ فيها متعة. ننتظر ونتابع فيما تبقى من وقت. كرة ملعوبة الآن، كرة في وسط الملعب، هجوم بجهة اليسار. أحمد مكنزي حاول مستمرة، مرور من الأول والثاني، هذه خطيرة، هذه الثاني، هذه للثاني، هذه خطيرة. محمد صالح تغير مسار الكرة لشبر علي، شبر بالتمرير. محمد قاسم يحاول لدومينيك، ولكنها فيها عودة إلى الخلف لفابريس يحاول. نذكر بين الحدود يلعب ناقص العدد منذ الدقيقة 65 بعد الطرد لدينيس أنتوي. حاول مستمرة، الكرة العرضية عالية، الضربة الرأسية، ولكن فيها ابعاد من المدافع إلى ركنية. هذا يونس حمود اللي سجل هدف التعادل لمصلحة النجف، ولدينا ركنية الآن. تنفذ ضربة رأسية، جول. هكذا البديل وإلا فلا، هكذا البديل وإلا فلا. يونس يحمود سجل الثاني وتقدم النجف، سجل النجف. هذا البديل الناجح، جول ثاني للنجف. الله 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 الله، بالمقاس، الركنية بالمقاس والراسية بالمقاس. حط في المرمى ليتقدم النجف، ليتقدم غزلان البادية بهدف ثاني وعن طريق البديل. هكذا البديل وإلا فلا. اي والله هذا البديل الناجح، هذا اللاعب اللي نقول عنه يغير نتيجة المباراة، هذا اللي نقول عنه انه هو يغير نتيجة المباراة، يغير واقع المباراة ويقلب المباراة رأسا على عقب. وبالتالي يونس حمود سجل التعادل وسجل الثاني ليتقدم النجف بهدفين مقابل هدف واحد الآن، بهدفين مقابل هدف واحد الآن. يقلب الطاولة، نعم بالفعل النجف يقلب الطاولة ويتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. محمد صالح تمرير الكرة، بعد ذلك عودة لعلي فاز. علي، محمد صالح. التغييرات الناجحة للمدرب السيد عبد الغني شان تأتي بثمارها، وتأتي بمن؟
ليونس حمود اللي سجل التعادل وسجل الثاني. علي فاز، احمد ماكنزي، اياي يحاول التيموين، هذه عرضيه، هذه للثالث، سدد الكره يونس حمود، ولكن الكره اصطدت بالمدافعين وبعد ذلك ابعاد للكره. فابريس ابعاد الى خارج ارضيه الملعب. رمية تماس، حدود يفكر بالتعديل، يقول لك هاني اخرج بنقطة افضل من الخسارة في ظل هذا الوضع. يلعب ناقص العدد بعد الطرد للاعب مؤثر اللي هو دينيس أنتون اللاعب الغاني، وفي الدقيقة 65 الآن هو متخلف بهدفين مقابل هدف واحد. خطأ على مينا ستيوارت لاعب الكولومبي. شوف هنا التدخل وبالتالي بالسلامة ليونس حمود. هذا الاحتراف. لقاءات الفريقين 22 لقاء، 22 لقاء ما بين الفريقين. فاز النجف 8 والحدود 6 لقاءات، والتعادل حضر ب8 لقاءات. اعتراض من قبل محمد قاسم على ماذا؟ كان يطالب ببطاقة أو ماذا؟ على كل حال يبقى القرار في حكم المباراة. هذا يونس حمود رجل المباراة، رجل المباراة بحق. اين كلمة يجب أن تقال ويجب أن تكون حاضرة لهذا اللاعب. هو رجل المباراة. عندما يدخل لاعب ويقلب موازين المباراة ويقلب الأمور تقول عنه بأنه هو رجل المباراة. اي نعم. عبد الغني شاهد يتلقى البطاقة الصفراء. محمد صالح هنا بطاقة لمحمد قاسم على ما اعتقد كذلك بسبب الاحتراف. الكرة بجهة اليمين. فابريس اسمع جمهور النجف، اسمع جمهور النجف على المدرجات. محمد قاسم سدد، جمهور النجف على المدرجات طرب. اي والله اسمع الجماهير. وهذا اللي يقول لك يا غزال البادية بحبك نموت، يا غزال البادية بحبك نموت، يلي خليت القلب باسمك يدق. هذا جمهورك يجي بكل الظروف، ايش قد يحبك وانت تستاهل عشق. اي والله هكذا جمهور النجف. الطرب كل الطرب على المدرجات. اي نعم. تغييرات الثلاث بالنسبة لفريق الحدود. تحدث عن أثير صالح وباقر عطوان. كرة داخل منطقة الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب. تغييرات. فريق الحدود 3 تغييرات، دفعة واحدة. بينما هنا محمد جاسم المدافع بديلا لأتيموي. إياي أتيموي
هذا إياي أتيموين الذي يغادر. أحمد ماكنزي على التنفيذ لمصلحة النجف. المحاولة عالية إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. نجف في المواجهات السابقة مع فريق الحدود في 22 لقاء سجل 23 هدف، والحدود سجل في مرمى النجف في 22 لقاء 15 هدف. أكبر فوز للنجف 4-0 موسم 2009-2010 في يوم سجل علاء عاصم وعبد العباس سلمان وأسامة شياب وفيصل جاسم هذه الأهداف الأربعة كأكبر نتيجة لفريق النجف على حساب فريق الحدود. بينما الحدود آخر فوز للحدود موسم 2020-2021 في ملعب التاج بهدفين مقابل هدف واحد في يوم سجل الهدفين لفريق الحدود منتظر عادل محمد، وسجل الهدف الوحيد للفريق النجف من خلال تلك المباراة أحمد لفت كون. هذا كان آخر فوز لفريق الحدود على فريق النجف في هذا الموسم لغاية الآن. النجف في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية إلى الآن يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. كرة أمامية تمرير الكرة عالية الآن، بعد ذلك إبعاد للكرة. شبر فابريس علي فاز كرة وصلت لأحمد ماكنزي. المدافع أقرب علي حسن، وصلت ليونس حمود. تمرير الكرة صقر عجيل، ابعاد للكرة عالية. انتصار ثامن لغاية الآن لفريق النجف، والحدود لغاية الآن يتلقى الخسارة رقم 20. فريق اللي يستقبل الهدف رقم 53 هو أضعف دفاع وأكثر خسارة، كلاهما أكثر خسار وأضعف دفاع. فريق القادم طبعا من خسارة أمام نادي القاسم في الجولة 24 هنا في ملعب النجف ب3 أهداف مقابل هدفين، بينما النجف في آخر مباراة في الجولة 24 تعادل بهدف مقابل هدف في البصرة، وسجل محمد قاسم من خلال تلك المباراة هداف الفريق. هذا مرور ممتاز وتمرير ممتاز، بينما الكرة خلصها النجف خلصها النجف خلصها النجف خلصها النجف خلصها النجف خلصها النجف. ضاعت الأولى والثانية، مرت على محمد قاسم ومرت على يونس حمود. الكرة الماضية تبقى لشبر علي. شبر فابريس علي فاز. تمرير الكرة الآن أحمد ماكنزي، انطلاقة سريعة، بينما هنا محمد قاسم سدد. سدد محمد قاسم وبشير بن محمد تابع الكرة، ولكن الإبعاد من صقر عجيب. شوط ثاني مغاير تماما، شوط ثاني شوط كرة قدم. اي والله هكذا كرة القدم تكون، جميلة كرة القدم،
وفي شوطها الثاني شاهدنا جمال كرة القدم ومتعة كرة القدم، بينما النجف يحاول الآن، يحاول دومينيك ميندي مرر الكرة، ولكن قراءة جيدة لقطع الكرة من قبل اللاعب حسين ضياء. هذه كرة محمد قاسم اللي سدد الكرة، وبشير بن محمد اللي تابع الكرة، ولكن حارس المرمى كانت له الكلمة من خلال اللقطة الماضية. هذه كرة لمصلحة الحدود، المحاولة مستمرة الآن، محاولة للتسديد، تمرير مرتضى جمال لباقر عطوان. هذه الراسية، باقر طبعا لديه هدف هذا الموسم، أحد البدلاء من خلال الشوط الثاني، وحتى البديل شيروان كردستان بالرقم 9 أحد البدلاء من خلال هذا الموسم لديه هدف مع فريق الحدود. كرة فيها إبعاد، تمرير أثير صالح، 3 أهداف في أثير هذا الموسم. لاعب البديل باقر، تمرير لسيف كريم، محاولات الحدود من أجل الخروج بنقطة. الكرة عالية وصلت لرضا عبد العزيز حارس المرمى. مباريات الجولة القادمة، الجولة 26، ديالى يواجه كربلاء، نفط يواجه القرمة، نوروز يواجه الميناء الحدود، يواجه الطلبة، أربيل يواجه القاسم القوة الجوية، يواجه نفط البصرة، زوراء يواجه دهوك، نفط ميسان يواجه الكهرباء، والكرخ يواجه النجف، وزاخو يستضيف الشرطة. هذه مباريات الجولة القادمة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025، الجولة رقم 26. كرة ملعوبة الآن، حدود، محاولة مستمرة، باقر، تمرير الكرة عرضية ولكن إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى تماس. هذا مرتضى جمال، كرة تترك الآن، تنفذ بعد ذلك فابرس. الثواني الأخيرة، النجف إلى النقطة رقم 33، النجف إلى انتصار جامد. مرتضى، فابرس، دومينيك ميندي، يحاول دومينيك انطلاقة سريعة، البحث عن زميل، وممكن أن يمر بعد ذلك ممكن التسديد. الله 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 الله، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سنغالي، يا ولد يا سنغالي. دومينيك ميندي خلاص 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 خلاص، خلصها دومينيك ميندي، وبالتالي هو تقدم فيها، هو مر، هو ناظر المرمى، هو سدد. الله 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 الله، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا مندي، يا عيني يا السنغالي، بكرة يسارية جميلة ولا أروع، جميلة ولا أروع، جميلة ولا أروع. الله على كرة القدم، الله على جمال كرة القدم. والشوط الثاني يا جماله، ويا سلام على كرة القدم.
شوط ثاني ب4 أهداف، ثلاثية لفريق النجف مقابل هدف واحد. هكذا كان الشوط الثاني، وهكذا كان جمال الشوط الثاني، وينتهي بهدف السنغالي دومينيك مندي لينتصر النجف ب3 أهداف مقابل هدف واحد. مباراة في شوطها الثاني كانت مختلفة تماما عن الشوط الأول. مبروك لفريق النجف، هاردك لفريق الحدود. كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.